بكوباية دقيق وشوية مية هنعمل أكبر كمية قطايف ومن غير أي إضافات، لا دقيق بسبوسة ولا لبن بودر ولا نشا ولا حاجة من التلاتة خالص. وكل شوية بيغلوها علينا. ايه ده، انا نسيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم باليمن والبركات. هنعمل احلى شوية قطايف بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، بشوية دقيق، هي كوباية دقيق وشوية مية، وهتعملي احلى قطايف خفيفة وهشة، وما اقولكمش على ريحتها وجمالها، بس هعملها بطريقة زمان من غير اي اضافات. فاحنا دايما نقول ايه، اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل احلى قطايف في الدنيا بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المقدار المظبوط للقطايف، بنفس الكوبايه، كوبايه دقيق، كوبايه ميه دافيه، الكوبايه التانيه دي فيها تلتها ميه، بنفس الكوبايه، اي كوبايه تستخدميها في الميه، كوبايه دقيق، كوبايه ميه دافيه، والكوبايه التانيه تلتها ميه. هنجيب الخلاط بتاعنا، هنزل بالميه الاول عشان نخف الوزن عن الخلاط، والكوبايه التانيه اللي فيها تلتها هاخد نص تلت الميه دي، هاخد نص التلت يعني، وهسيب الشويه اللي على جنب دول لو انا احتجتهم. بعد كده نزلت بالدقيق. طب هتحطي ايه يا هالة؟ هحط حاجات اساسيه بس، معلقه خميره فوريه صغيره، معلقه سكر ممسوحه صغيره، ذره ملح عشان الرطوبه بتاعت الدقيق، وكيس فانيليا بيدينا طعم وريحه حلوه. واخد الكلام ده زي ما هو كده، نعمل ايه بقى؟ نضربه في الخلاط. هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. انا رجعت لكم تاني، حبيتش اقلبه بعيد عن الكاميرا. لازم تقلبيه اول مره كده، تنزلي اي حاجه تمسك في الحواف من فوق، عشان ده مقدار مظبوط. انا عايزه الخميره بالذات كلها كده تختلط بالدقيق بتاعي والميه. وديكم شايفين الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي الفقاعات بتاعت ايه؟ بتاعت نجاح القطايف. يعني القطايف ناجحه من قبل ما اعملها. انا ضربتها تاني ورجعت لكم تاني، تعرفي العجينه مظبوطه معاكي ازاي؟ لما تعملي بصبعك كده ما تسيلش منك. شايفين؟ حاجه تاني، العجينه غطت المعلقه، يبقى انا استخدمت الكوبايه الدقيق، استخدمت لها كوبايه الميه الدافيه، والشويه اللي كانوا في الكوبايه التانيه اللي هم التلت دول انا خدت نصهم. ده المقدار المظبوط للقطايف. انت دقيقي غير دقيقي، لقيتي العجينه بتاعتك تقيله خدي لها شويه من الميه دي، بس ما تنزليش بهم مره واحده. يبقى احنا عرفنا المقدار المظبوط. قاعد ايه يا هاله؟ هقول لك يا ستي قاعد ايه. انا مش هاجي عندي العجينه بتاعتي زي ما هي في الخلاط كده، هسيبها تريح ربع ساعه زي ما هي، غطيها بغطا الخلاط واسيبها ربع ساعه. انا كان عندي شويه مواعين في الحوض، هروح اشطبهم كده وارجع لكم تاني. انا بريح العجينه مش بخمرها. يبقى احنا هنريح العجينه في الخلاط زي ما هو، ما فيش مواعين ولا اي حاجه، ربع ساعه. واديكم شايفين الفقاعات دي الدليل ان القطايف بتاعتك ناجحه من بدايتها وهي عجين. يبقى احنا هنريحها ربع ساعه بالظبط. المهم هنسيب العجينه بتاعتنا الجميله دي اللي احنا عملناها تريح ربع ساعه، وربع ساعه ارجع لكم تاني. انا رجعت لكم بعد ربع ساعه بالظبط، كانت العجينه بتاعتي ارتاحت وزي الفل، والفقاعات باينه وبسم الله ما شاء الله، والعجينه زي الفل، وما استخدمتش حبه الميه الباقيين. نجهز حاجتنا كده. صينيه فيها فوطه، لان لازم اطلع القطايف على فوطه. ايه تاني؟ عايزه حاجه لها بوز، شفشق، كوبايه، اي حاجه عشان تقدري تصب القطايف بتاعتك. هحط الجريلا على العين الكبيره، اسخنها وهدي النار شويه عشان القطايف ما تتحرقش مننا، وابتدى اصب القطايف بتاعتي وبعديها عن بعضيها، ما تحطهمش جنب بعض. شايفين ان القطايف الناجحه بتبان ازاي؟ من اول مره انا ما فصلتش الكاميرا عن صدق، الكاميرا انا ما فصلتهاش عشان تشوفوا معايا. القطايف ما نجيش عندها الا لما الوش العجينه ما تبقاش عجينه، تبقى استوت، الوش ما يبقاش فيه شكل العجين. ايه رايكم بقى؟
في اسهل يا جماعه من كده؟ ولا نقول يا ابني هات لنا قطايف ويبقى مكسل ونتنرفز على اولادنا؟ على ايه يا ستي؟ قومي انت كده كده ونشطي وهاتي كوبايه الدقيق وايه واعمليها، مش هتاخد معاكي وقت ده وانت واقفه. كفايه ان انت تفرحيهم، كفايه يقولوا ماما بتعمل لنا كل حاجه، كفايه ان انت بتعملي حاجه نظيفه لاولادك ولجوزك. عن صدق يا جماعه الحاجه بتاعت بره انا بحس ان الدقيقه ريحتها مش حلوه، لا ريحه ولا طعم. فليه نعمل حاجتنا ببيتنا؟ وكل شويه بيغلوا السعر فعلا. طب ليه؟ بكوبايه دقيق وشويه ميه ادينا عملنا القطايف. وانا عماله الك معاكم واتكلم ونسيت اقول لكم ايه، ما تسرحوش معايا وتنسوني في اللايك الجميل عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. ادينا يا ستي ايه، دي طريقه سوى القطايف. ما بنحركش القطايف الا لما الوش يستوي، تحسي الوش ما فيهوش عجين، وتطلعها على الفوطه وتقلبي كده، تقلبيها على وشها وتغطي في البدايه. بعد ما نطلع شويه كتار مش هنغطي لان خلاص هي القطايف بتغطي بعضيها. هتشوفوا دلوقتي معايا. انا طريقه السوى سهله جدا، ما بتاخدش وقت. طول ما العجينه مظبوطه معاكي وعملتيها بالمقدار المظبوط هتطلع معاكي زي الفل. اديكم شايفين مسافه ما بصب العجينه في الجريلا، ولا زيت ولا تحط اي حاجه. العجينه بسم الله ما شاء الله، القطايف بتظهر على طول. الوش اول ما يبقاش فيه عجين خلاص حركي بقى القطايف بتاعتك. ايه رايكم بقى؟ استاهل اللايك ولا ما استاهلش اللايك؟ انا كده بعد ما طلعت شويه في البدايه وكنت بغطيهم خلاص بقى مش هغطي دلوقتي، لان اساسا الجريلا بتسخن معاكي وانت بتعملي بقى ايه، بتطلعي بسرعه. فخلاص انا مش هغطي تاني على فكره، هفضل كده لما اخلص الكميه كلها ونغطيها في الاخر. معلش انا تعبتكم معايا في الفيديو ده بس عشان تطلعي احلى قطايف، بس قطايف بتاع الزمان. وانا على فكره عملت معاكم السنه اللي فاتت قطايف بدي البسبوسه، كانت حلوه بس القطايف دي بالذات فعلا فعلا بتحسسني برمضان، بتحسسني بطعم زمان، بحاجه كده احنا اساسا طعمها ببقنا من زمان. ايه رايكم بقى؟ جيت في الاخر بعد ما خلصت الكميه غطيتها بفوطه. القطايف خفيفه جدا، هشه، طريه جدا جدا، تحسي ان انت عاملاها بزبادي. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ استاهل اللايك ولا ما استاهلش اللايك؟ شايفين الجمال؟ يلا يا ستي دي كوبايه دقيق وشويه ميه واعملي حاجتك في بيتك واضمني نظافه حاجتك. شايفين بتتقفل بكل سهوله. على فكره انا عندي بنت من بناتي ما بتاكلش القطايف الا فاضيه، بعمل لها شويه كده على قديها فاضيه والباقي بقى هحشي براحتي. فانا هعمل شويه كده على السريع، هعمل طبق معاكم كده بسرعه نعمله مع بعضنا ونشوف شكل القطايف. بس للاسف النور هيقطع عليا وانا شغاله فهيبقى شكل القطايف مش قوي. شايفين الجمال؟ شوفوا القطايف قبل النور ما يقطع عليا بقى. ايه رايكم بقى؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه يا جماعه، خفيفه وهشه ومش شاربه زيت ومقرمشه من بره وطريه من جوه، والله اكبر عليها. بتمنى فعلا تروحي تجيبي كوبايه دقيق وشويه ميه دافين زي هاله كده وفاجئ اولادك وبيتك باحلى ايه، باحلى قطايف. وقبل الفيديو ما يخلص ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ انا كنت بصور على كاميرا الموبايل النور قطع عليا. شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ احلى شويه قطايف، كان طعمها حلو جدا جدا. وعن صدق انا مش اما اجيبها من بره تاني، انا بعمل كل حاجه ببيتي وانا عارفاكم كلكم اشطر من هاله وهتعملوها وهتطلعوها احلى من هاله. وهنتظر رايكم في التعليقات، اللي هتعملها تقول لي بقى ان انا عملتها. وكل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم باليمن والبركات. ايه رايكم بقى؟ هقول تاني ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى شويه قطايف في الجو الرومانسي ده والنور قاطع، كان شكلها برضو حلو. فهقول لكم ايه، بالهنا والشفا ومنتظر رايكم في التعليقات.